فحاولت أجلس أكتب رسالة اعتذار. لما انتهت الرسالة وجدتها قصيدة ما رسالة عادية، وأسميتها زمن الأفراح الوردية. كلماتي: يا زمن الأفراح الوردية، في ماضي الأيام القاسية المرة، كلماتي تعبر موجات البحر لتصل إليك، لتحط على فرع في حقل فؤادك بين يديك وتقول: أنا أهواك. أحببتك حين الحب بأرضك غير مباح، ممنوع بالقانون، ممنوع يا سمراء، لأن الحب هناك جنون، وأنا مجنون تعرفني كل الأشعار، يعرفني الليل المسدل سترته، وشقاء الفن وكل نهار، لا أحسن أن أبقى من غير الحب، والحب حرام في الصحراء. وأنا يا أنت يا سمراء، إحساسي لا يعرف طعم المال ولا البترول. الشاعر يسمع صوت الحسن ويحسن كل فنون القول، لكن أن يحيا في أرض جفاف، أن يصنع أعصابا من ألياف لتكون مكان الحس على الإنسان، فمحال ذلك، ليس من الإمكان. ولذلك حين عبرت البحر إلى السودان غنيت سعيدا كالأطفال، ونسيت حلاوة طعم المال، ورجعت أغرد في الأفياء بكل مكان، وركعت أقبل أم درمان. هذه العاصمة الأنثى أهواها مذ كنت غراما في عيني أمي وأبي، وحملت الحب معي بدمي في رحلة هذا العمر، وأحمله حتى ألقى ربي. كلماتي يا زمن الأفراح الوردية، عبرت موجات البحر لتصل إليك، لتطل قليلا في عيني، ولتحمل عذري في سفري. فأنا يا سمراء الصحراء هذا قدري، إما أن أعشق أنثى للإنسان، أو أعشق أنثى عاصمة، تلك المحبوبة أم درمان.